حياكم الله. ما أعرف ليش وزارة الصحة لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات رادعة بشأن المنحفات المنتشرة في الأسواق. إخوان، هذا موت بطيء يباع للمواطنين، عشرات المواطنين بل مئات جاي يفقدون حياتهم بسبب هذه المنحفات اللي يروج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي يستقطبون الناس عن طريق فنانين، حرامات نسميهم فنانين، يبيع شرفه ومهنته بورقتين لو 3 أوراق، لو يجيبون أشباه الصحافة أيضا يروجون لهذه المنحفات، يستغلون ثقة الناس وحب الناس لهؤلاء الفنانين والصحفيين ويبيعون بهذا الموت البطيء. ما استحيتوا على أنفسكم؟ فنان ايش كبرك ايش عرضك؟ لو إعلامي تطلع تقول كل يوم أنزل كيلو وبالشهر أنزل لي 15-20 كيلو، شنو قص معدة هذا؟ مو حد. زين وزارة الصحة ما جاي يشوفون هذا الموضوع؟ ما جاي يشوفونه؟ معقولة؟ جاي يروج له على مواقع التواصل الاجتماعي وإعلانات ممولة وتوصيل، وعالم جاي تموت فشل كلوي، كبد، جلطة بسبب هذه المنحفات اللي ما أعرف غزت الأسواق بصورة عجيبة غريبة. دوركم وين؟ ما تدرون؟ دخل احكي لي حكاية عليكم هسه مباشرة، دعوة قضائية وبيان شطولة عرضه، لكن تشوفون هذه المواد المميتة تباع علنا ويروج لها علنا ولا كأنما. شنو ظل يطلع يسولف أسود أبيض أحمر أصفر وتنزل، وإذا ما تنزل أرد لك الفلوس، ويطمعون الناس ويضحكون على عقول الناس بفنانين وصحفيين ويبيعوا لهم المنتج ب60 و70 و80 ألف، وهاي الناس تصير عندها مضاعفات فيما بعدها إذا ما يموت خلال أشهر، ناهيك عن الخفقان اللي يسببه. فوزارة الصحة أنتم مطالبين، أرجوكم باسم الصحة، باسم الإنسانية، باسم القانون، وقفوهم عند حدهم وقاضوا كل الفنانين. واتحدى فنان ماخذ له حباية لو إعلامي، كفيلكم الله كذابين، يجي يستعرض بالمنتج هو ما مخليه على طرف لسانه، مجرد يلهث ويأوي وينبح على هذا المنحف، ورقتين لو 3 مطينه، أقسم بالله. لهذا وزارة الصحة يجب أن تقاضي كل فنان أو صحفي يطلع بمنتج هو ما مرخص من وزارة الصحة. قاضوهم وخلوهم عبرة لغيرهم، لأن حياة الناس مو لعبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.